يتعرض نجوم المنتخب المغربي في أوروبا لمؤامرة صامتة تهدف لتحطيم مسيرتهم. استبعد أشرف حكيمي من جائزة هو الأجدر بها، وتحولت الملاعب الإسبانية إلى ساحة للعنصرية ضد المواهب المغربية الشابة. اليوم نكشف كواليس القضاء الفرنسي وصدمة استبعاد حكيمي، وزلزال الفيفا الذي يضرب الاتحاد الإسباني بسبب عمر الهلالي ولامين جمال. نجم أسود الأطلس وعميد المنتخب المغربي أشرف حكيمي يمر بهجمة شرسة تمس سمعته ومستقبله الكروي. هنالك جائزة تسمى مارك فيفيان فوي تمنح لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، وهي الجائزة التي تحمل اسم نجم كاميروني راحل اسمه مارك فيفيان فوي، وجال وصال في ملاعب فرنسا. بينما يتألق حكيمي كأحد أفضل الأظهرة في العالم، قرر الفرنسيون استبعاده نهائيا من هذه القائمة، والسبب برروا ذلك بمعايير السلوك المثالي خارج الملعب، مدعين أن ملاحقته القضائية في قضية اغتصاب مزعومة تمنعه من الترشح. صحيفة لو باريزيان وجريدة فوت 01 قادتا حملة تشويه صورة حكيمي، متجاهلتين تماما مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولكن محامية حكيمي فاني كولين خرجت بتصريحات أكدت أن أشرف حكيمي شارك في كل التحقيقات لإثبات زيف الادعاءات، بل إن اعتراف الفتاة المشتكية نفسها أمام قاضي التحقيق بعد كل تلك الضجة عجزت عن شرح ما وصفته بالأمر الخطير، واعترفت في النهاية أن كل شيء كان على ما يرام. ورغم هذه الحقائق تستمر الصحافة الفرنسية مثل ليكيب وفوت ميركاتو في الضغط الإعلامي الرهيب. حكيمي الآن يعيش ضغطا ولد لديه صراعا كبيرا، فهل يبقى حكيمي في بيئة تحاول تدميره أم يرحل؟ هنا ننتقل إلى الصراع القادم، سوق الانتقالات. التقارير الفرنسية نفسها بدأت تتحدث عن رغبة حكيمي الأكيدة في مغادرة فرنسا بالكامل، وليس فقط باريس سان جيرمان. والوجهة هي الحلم الذي يراود كل لاعب كرة قدم، وهو العودة إلى فريق ريال مدريد. النادي الملكي يعاني من نقص في مركز الظهير الأيمن، والإعلام الإسباني خاصة صحيفتي ماركا وآس يؤكدان أن حكيمي هو الخيار الأول والوحيد الذي لا يمكن رفضه. باريس سان جيرمان يحاول التمسك به لأنه العنصر الذي لا بديل له، ولكن مع هذا الزلزال الإعلامي والظلم الذي يتعرض له اللاعب يبدو أن أيام حكيمي في باريس سان جيرمان باتت معدودة. وكما يقول المثل الآية: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فربما تكون هذه الأزمة هي الباب الذي سيعيد حكيمي إلى بيته الأول في مدريد مرفوع الرأس. ننتقل الآن إلى ملف لا يقل خطورة، وهو ما يتعرض له لاعب آخر من أصول مغربية في إسبانيا. القضية بدأت بكلمات مسمومة وجهها اللاعب رافا مير إلى نجم فريق إسبانيول دي برشلونة لاعب عمر الهلالي، حيث قال له بوقاحة: لقد جئت من على متن قارب. عمر الهلالي بوعيه ونضجه لم يسكت، وأكد أن الإهانة تكون أشد حين تأتي من زميل محترف وليس من مشجع في مدرجات. هذه الواقعة لم تكن معزولة، بل تزامنت مع هجمات عنصرية تعرض لها اللاعب الموهبة الاستثنائية لامين جمال من قبل بعض الجماهير. لكن هذه المرة الأمر وصل إلى سويسرا، حيث مقر الفيفا. لقد أعلنت الفيفا رسميا فتح تحقيق دولي وإجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بهذه الهتافات العنصرية. الملاعب الإسبانية الآن تحت المجهر، وهذا الضغط الإعلامي والحقوقي يثبت أن القوة المغربية باتت تفرض احترامها، وأن اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني المغربي هو رد فعل طبيعي منهم على غياب التقدير والانتماء في الدوريات الأوروبية. وكما قال ياسين بونو: نحن نشعر أن يمين جمال هو واحد منا، وهذا الربط في الهوية هو ما يخشاه الإسبان والفرنسيون. ونقفز الآن إلى النظرة إلى الجانب الفني داخل المنتخب الوطني المغربي مع المدرب محمد وهبي. هنالك صراعات فنية كبيرة وتحديات تواجه الأسود. عثمان معمة الموهبة الخارقة التي تألقت في المونديال تحت 20 يواجه منافسة شرسة جدا بوجود أسماء كبيرة مثل عبد الصمد الزلزولي وإبراهيم دياز في التشكيلة الرسمية. أما الخبر السار فهو عودة صمام الأمان نايف أكرد بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها. أكرد كان قد عانى من التراجع في المستوى مؤخرا بسبب الإصابة
والكل يتساءل: هل سنرى أكرد المونديال أم أننا سنرى أكرد كأس أفريقيا المرهق؟ عودته بجانب عيسى ديوب ستحل الكثير من المشاكل الدفاعية التي أرهقت المنتخب المغربي. ولا ننسى نصير مزراوي الذي يثبت يوما بعد يوم أنه لاعب قوي. مزراوي يمكن اللعب في أي مركز دفاع، حتى كقلب دفاع، بفضل قامته وطول نفسه الذي أظهره مع مانشستر يونايتد. المنتخب المغربي يزداد قوة، والمستقبل يبدو مشرقا تحت قيادة وهبي بإصرار هؤلاء الأبطال. في الختام، أشرف حكيمي وعمر هلالي ونايف أكرد وغيرهم ليسوا مجرد لاعبين، بل هم سفراء للمغرب، وما يتعرضون له من ضغوط في فرنسا وإسبانيا لا يزيدنا إلا فخرا بمغربيتنا وتمسكا بدعمهم. حكيمي بريء، والحقيقة ستظهر النهاية كما قال بنفسه. هل ترون أن عودة حكيمي لريال مدريد هي الحل الأفضل له؟ تابعونا وشكرا.